بيبدأ فيلم النهارده مع توني ستارك، رجل عبقري من صغر سنه وصاحب شركة ستارك لصناعة الأسلحة اللي ورثها من أبوه، وبدأ في تطوير الشركة وبدأ يبتكر أسلحة جديدة وأكثر ذكاء. الآنسة بيبر بوتس المساعدة الشخصية لتوني ستارك واللي بتعمل أي حاجة هو بيطلبها منها. توني طبعا شخص عبقري وبيحب الاختراعات وابتكار حاجات جديدة، وعنده ورشة في بيته بيعمل فيها كل اختراعاته زي سلاح جديد أو عربية أو جهاز جديد. بيسافر توني علشان يقدم الصاروخ الجديد بتاعه، صاروخ جيريكو، للجيش الأفغانستاني، وبيخلص شغله. وأثناء ما هو راجع بيتعرض لهجوم من جماعة إرهابية وبياخدوه أسير عندهم، وبيطلبوا منه إنه يعمل لهم صاروخ جيريكو اللي كان بيقدمه للناس، بس توني بيرفض. توني كان مستغرب جدا ازاي عندهم الاسلحه دي كلها اللي هي اصلا من صنع شركته، وهو طبعا مش بيبيع الاسلحه دي للعصابات او الجماعات الارهابيه. بيعذبوا فيه شويه وبيقولوا له احنا عندنا كل حاجه تحتاجها علشان تبدا تعمل الصاروخ ده، اعمل الصاروخ وروح على بلدك. ولكن برضه توني بيرفض. يانسين هو اسير الارهابيين محجوز مع توني، وهو اللي انقذه بعد ما الرصاص اللي اتضرب عليه في الهجوم، وركب له في صدره مغناطيس كهربائي علشان يمنع الشظايا انها تدخل قلبه وتسبب له مشاكل. توني بيقول للعصابة انه موافق يعمل لهم الصاروخ، ولكن ده تمويه علشان توني بيخطط لحاجة تانية ويانسن هيساعده. توني بيطور المغناطيس الكهربائي اللي في صدره وهيحوله لمفاعل ثلاثي الأقواس صغير زي المفاعل الكبير اللي بيدير شركته، وده يقدر يمنع الشظايا تدخل قلبه، وكمان قلبه هيستمد طاقته منه، ويقدر كمان يوفر طاقته لمدة 50 دقيقة لتشغيل أي حاجة. توني بدأ يصنع جسم حديدي متجهز بكل الأسلحة، وكمان هيقدر يطير، والمفاعل ده ولا هيوفر له الطاقة دي. توني بيصنع البدلة وبيلبسها، ولكن العصابة بتعرفه وبتحاول توقفه. يانسن بيحاول يكسب وقت لتوني علشان نظام التشغيل بتاع البدلة يشتغل، والعصابة بتمسكه، بس للأسف العصابة بتمسكه وبيموت. توني بيدمر لهم مخزون الأسلحة بتاعهم اللي من صنع شركته، وبيقتل شوية منهم وهو بيحاول انه يهرب، وبيهرب فعلا، ولكن البدلة بتتدمر منه في الهواء وبيقع وسط الصحراء. بيمشي في الصحراء لحد ما بيلاقي طيارة من الجيش الأمريكاني وبينقذوه، وبيرجع لبلده بعد 3 شهور من الأسر. توني أول ما بيرجع بلده بيعلن عن مؤتمر صحفي حتى قبل ما يدخل المستشفى، وبيقول فيه إنه عرف إنه بيأذي ناس كتير بالأسلحة اللي بيصنعها اللي المفروض تحميهم، وإنه قرر يقفل قسم صناعة الأسلحة في شركة ستارك. أوباديا صديق عمر أبو توني ستارك اللي مسك الشركة بعد موته لحد ما توني وصل لسن 21 وبقى مدير التنفيذي للشركة، ما كانش عاجبه قرار توني وكان معترض جدا. توني فضل يشوف إنه شاف إنه هم سبب فساد كبير، وإن أسلحتهم دي بتستخدم بشكل غلط ومؤذي، وإنه مصمم على قراره. العقيد رودي صاحب توني شغال في طيران الجيش الأمريكاني والمراقبة الجوية. توني راح عنده عشان يطلب منه مساعدة في تصميم البدلة من تاني، بس رودي رفض وقال له انت عاوز وقت علشان ترجع لعقلك. الإرهابيين بيدوروا في الصحراء وبيلاقوا بواقي البدلة اللي توني عملها وبيجمعوها. وباديا بيروح لتوني البيت وبيقول له إن مجلس الإدارة في الشركة عملوا اجتماع ورفعوا قضية عليه وعاوزين يشيلوا توني من منصبه بسبب قراره المتهور وبسبب وقوع أسهم البورصة. بس توني بيكابر وبيقول له أنا المسؤول وعارف مصلحتي ومصلحة الشركة. وباديا بيقول لتوني إن المهندسين عاوزين يحللوا المفاعل اللي في صدر توني ويعرفوا كل المعلومات عنه، بس توني بيرفض وبيقول له لا، ده هيفضل معايا. توني بيبدأ في صنع البدلة مرة تانية ومع تطوير زيادة وإمكانيات أكبر، وبيختبرها واحدة واحدة لحد ما جهزت على الآخر، وقرر يطلع بيها بره ويختبر الطيران في الجو، وفعلا بينجح وبيطير بالبدلة وبيقرر يطلع بيها لأعلى نقطة ممكن يطلع لها، ولكن بيكتشف إن البدلة بتتجمد لما بيطير بيها أعلى من قدرتها وطاقتها بتقف. توني بيسمع في الأخبار عن حفلته السنوية واللي بيتفاجئ إنه مش مدعو فيها أصلا، والكل متوقع إنه مش تمام ومستحيل يظهر، ولكن بيقرر يروح الحفل وبيشوف بيبر وبيكون معجب بيها جدا وبيحاول يرقص معاها ويقرب منها، وهي طبعا مكسوفة جدا خايفة الناس تقول عليها السكرتيرة اللي مش تمام. توني بيكتشف ان شركته صدرت اسلحة للارهابيين اللي كانوا خاطفينه، وان الارهابيين دول بيستخدموها ضد سكان قرية جولميرا واللي بالمناسبة هي قرية يانسن. توني بيروح يتخانق مع اوباديا واوباديا بيقول له دي الطريقة الوحيدة اللي هتحميك وتحمي وظيفتك. توني بيلبس البدلة وبيروح ينقذ أهالي القرية من الإرهابيين، بيقتلهم واحد واحد ومحدش بيعرف يعمل معاه حاجة.
وهو طاير راجع للبيت طيران امريكا بيشوفوه على الرادار وبيطاردوه بطيارتين. بيتصل العقيد رودس بتوني وبيساله عن اللي بيحصل وبيقول له انا متاكد انك مفيش حاجه جديده بتجربها، مش عاوز حد يعرفها. وتوني بيقول له لا، والطيارات عماله تجري وراه وبيضربوا عليه لحد ما بيكلم رودس وبيقول له ان هو اللي طاير في الجو في البدله وبيقدر يهرب منهم. بيبر بتنزل الورشه وبتتفاجئ بتوني وهو لابس البدله وبيقول لها دي مش اوحش حاجه شفتيني بعملها يعني. وباديه بيروح لكبير عصابه الارهابيين وبيكتشف البدله اللي عملها توني وهم جمعوها. رئيس العصابه بيحاول يساوموا بيها لكن هو واخد تصميم البدله وقتله. ومشي اوباديا خد البدله وراح للشركه وجاب اكبر مهندسين عندهم علشان يعمل بدله زيها واحسن منها كمان بعد ما اخد التصميم اللي توني عمله. توني بيطلب من بيبر بوتس انها تروح الشركه وتجيب له كل البيانات الحديثه اللي على الكمبيوتر علشان يعرف الصفقات اللي كانوا بيعملوها من وراه ويعرف اسلحته فين ويدمرها. بيبر بتروح الشركه وبتقلب في الملفات وبتكتشف ان اوباديا هو اللي سلم توني للارهابيين اساسا علشان يقتلوه. اوباديا بيدخل عليها المكتب بس هي عرفت تخبي كل حاجه بتعملها ونسخت كل الملفات وعرفت تمشي من المكتب. وبعد ما هي مشيت اوباديا اكتشف انها نسخت كل الملفات اللي على الكمبيوتر وخدتها. وباديا بيروح لتوني وبيعمل له شلل مؤقت وبياخد المفاعل اللي في صدره وبيقول له على كل حاجه هو بيعملها وانه ناوي يصمم بدله اقوى من بدلته. وبيقول له كمان ان هو اللي امر بقتله. توني بقى في حاله صعبه مش قادر يتحرك وقلبه يكاد يقف بس بيقدر ينزل الورشه ويلاقي المفاعل القديم. رودس بيروح لتوني البيت وبيساعده في تركيب المفاعل في صدره وتوني بيقوم وبيلبس البدله من جديد علشان يروح يوقف اوباديا. بيبر بتاخد 5 عملاء من الحكومه علشان يدوروا على اوباديا بس هو بيلبس البدله وبيموتهم كلهم. بس بيبر بتحاول تهرب منه على قد ما تقدر لحد ما وصل توني واوباديا انشغل معاه. البدله اللي عاملها اوباديا تقريبا 3 اضعاف حجم بدله توني وبتدور بينهم خناقه كبيره جدا في الشارع وكل واحد بيستخدم اسلحه بدلته على الثاني. وعلشان اوباديا بدلته اقوى فشخ توني ضرب بس توني عبقري وقدر يطور درع البدله كويس جدا. توني بيحاول يستدرك اوباديا وطار فوق واوباديا طلع وراه وطبعا ما يعرفش ان بدلته هتتجمد والطاقه بتاعتها هتفصل. قاعدة الطيران بتشوفهم على رادار وبيحاولوا يطاردوهم بس رودس قال له مفيش داعي يا رجاله ده مجرد تدريب. وباديا بدلته بتتجمد والطاقه بتفصل وبيقع من السماء للارض بس بيعرف يرجع الطاقه تاني وبيشغل بدلته. وتوني طاقته بتقرب تخلص بيكلم بيبر وبتقول له تروح لاوضه المفاتيح المركزيه وتفتح كل الدوائر الكهربائيه وتنسف السطح علشان يخلصوا من اوباديا. وفعلا بتعمل كده واوباديا بيموت وتوني بيطلع منها. بينتهي الفيلم بتوني في مؤتمر صحفي وبيقول قدام الناس كلها I am Iron Man